بصوا يا شبابنا، احنا النهارده وصلنا للحصه الاخيره. طبعا الناس اللي حاضره المراجعه من اولها، احنا جايين من المراجعه من الثالث للثاني للاول. يعني المفروض لو اي حد غريب يبتدي من النهارده، لا احنا مش بادئين من النهارده، احنا ثالث تاني اول. طيب ده كده مراجعه الباب الاول. ماشي، الموضوع الاول طبعا بيبتدي بالتفكير، بس انا هعمل حاجه ألذ، هعمل حاجه حلوه. ايه هي الحاجه الحلوه؟ ان افتح الموضوع ده من الاخر للاول. طب لو احنا فتحنا الموضوع ده من الاخر للاول هيكون اكثر فاعليه طبعا. ازاي؟ تعالي بص كده معايا، تعالى نشوف ايه الاسئله المهمه اللي هتقابلني في الاول. اهم الاسئله: عوامل الوقوع في الخطا اثناء التفكير. بص يا قلبي، السمارت موجوده، سيبي اللي في ايدك. ايه عوامل الوقوع في الخطا اثناء التفكير؟ بصي، انا عندي نوعين من العوامل، عندي عوامل داخليه وعندي عوامل خارجيه. طيب دي ايه دي يا قلبي؟ دي الداخليه. هل اسمها داخليه؟ حبيبه ماما اسمها داخليه، اوكي. اسمها ذاتيه، تمام، ما عنديش مشكله. اسمها عوامل داخليه، عوامل ذاتيه، عوامل شخصيه. اول عامل يقود الانسان للوقوع في الخطا، حبيب ماما كلنا والله بنلبس في العامل ده، العاطفه. في قلب وفي عقل، وفي صدام هيحدث ما بين القلب والعقل. في حالة حدوث صدام ما بين القلب والعقل وينتصر القلب على العقل، اعرفي انك لابسه في حيطه. اديني مثال: حب الام الزايد لابنائها يجعلها تتغاضى عن اخطائهم، مما يؤدي الى تنشئتهم تنشئه غير سليمه، وهذا عكس ما ترجوه الام. يعني الام اللي بتحب عيالها حب مرضي بتخليها تغمي عينيها، ما بتشوفش عيوبهم. ابني، لا ابني ملاك، لا 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 لا، ابنك اللي بيعمل، انا ابني ملاك. بنتك اللي بتجري وراه، انا ابني ما بيغلطش، وبعدين انا ابني راجل واللي عنده معزه يربطها. حبيبتي الام هنا، طب ما واجهي نفسك انك انت ما عرفتيش تربي ابنك. لا، انا ابني متربي احسن ربايه، احسن اكل، احسن لبس، احسن شرب، احسن علام، احسن تربيه. لا 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 لا، ابني انسي. الام هنا واقعه تحت تاثير ايه يا ست الكل؟ العاطفه. واحد، القابليه للاستهواء. مامي انا بتلخبط، حبيب مامي بتلخبطي بين ايه؟ بين القابليه للاستهواء والتسرع في الحكم. مامي جايه تفك لك الليله دي. القابليه للاستهواء هتلاقي فيها شائعات، سرعه التصديق. النهارده 7/1، صح؟ لا النهارده 6/1. بيتقال ان على نهايه شهر 1 جرام الذهب هيصل ل5000 جنيه. حبيبي اتقال، شائعه. قدر انا صدقت الشائعه ورحت اشتريت بكل فلوسي ذهب، قشطه. وبعد ما اشتريت بكل فلوسك ذهب، الذهب سعره نزل يمي. ولما الذهب سعره ينزل، لبست انت في حيطه. سبب لبسانك في الحيطه هل هي عاطفه ولا ودنك انك صدقت؟ النهارده بيقولوا ان الدولار في السوق السوداء الان يصل الى 68 جنيه و70 جنيه. طب واللي معاه دولار وراح باعه، او اللي راح اشترى دولارات وبعد كده جت الدولارات اتهبدت، ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ في ايه؟ كله طالع، كله رايح، كله رايح، كله طالع. القابليه للاستهواء. ايه يا قلبي القابليه للاستهواء؟ سرعه التصديق. طيب يبقى انا امتى اختار سرعه التصديق او القابليه للاستهواء؟ لما الاقي شائعه والاقي ان انا بصدق الموضوع بسذاجه. زي قدامك سكه سفر، بتهرشي في ايدك، في فلوس جايالك، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر، في خير جاي،
بعد نقطة، بعد نقطتين، يمكن أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، قولي 2، الله أعلم. وأنت تصدقي يا حلوة، دي اسمها القابلية للاستهواء. طب والتسرع في الحكم؟ إن أنا أنتقل من معلوم خاص لمجهول. بمعنى قد يخونك أحد أصدقائك فإنك تحكم على كل الأصدقاء بأنهم خونة. يا قلب أمك، وهل كل الأصدقاء خانتك يا موكوس؟ لا، هو واحد. طب بتعمم الحكم ليه؟ قد تنزل مدينة ما وتسرق حافظة نقودك فإنها تحكم على كل أهل المدينة بأنهم لصوص. غلط. تسرع في الحكم غلط. أو التعصب. يعني إيه التعصب؟ الانحياز لموضوع أو فكرة ورفض أي حاجة تانية. تتعصب لنادي، تتعصب لدين، تتعصب لفكرة، تتعصب لاتجاه. يعني ايه اتعصب لاتجاه؟ حرمان المرأة من التعليم. انت ايه؟ الست ملهاش شغل؟ لا، الست ملهاش غير بيتها وجوزها وعيالها بس. لكن تقولي لي ست تمشي وتسافر وتروح وتيجي وتلف في البلاد سواحة في بلاد الله؟ لا والله ما شفنا الكلام ده. ده واحد منحاز للفكرة دي، ده إنسان متعصب. ممكن متعصب لدينك، ممكن متعصب للونك، ممكن متعصب لفكرة، لنادي. دي أخطاء عندك أنت. يبقى أنا عندي 4 عوامل داخلية تقودك للخطأ، اللي هم العاطفة، القابلية للاستهواء، التسرع في الحكم، التعصب والتطرف. طيب، وعندي 4 عوامل تانية خارجية تقودني للخطأ. اسمها خارجية، اسمها موضوعية تقودك للخطأ. زي عدم الدقة في استخدام اللغة. قلبي، يعني ايه عدم الدقة في استخدام اللغة؟ يعني ايه؟ يعني اللغة العربية فيها ألفاظ لها معنيين، زي جبن بمعنى خوف وجبنة. ايه رأيك في الجبن؟ بحبه قوي 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 قوي. ايه ده، انت بتحبي الجبن؟ اه والله، مع حتة طماطم وخيارة الصبح كده وشوية زيت وحبة زعتر ما اقولكيش. ايه ده، انت تقصدي جبنة ولا خوف؟ هناك ألفاظ لها أكثر من معنى. الليث، هو أسامة، هو الدرغام، هو القسورة، هو العباس. عندما أذهب إلى حديقة الحيوان أرمي بقطع اللحم للعباس. إيه ده، ترمي لحمة لصاحبك؟ لا، الأسد. وعندما أذهب إلى العمل أصطحب العباس معي في السيارة. إيه ده، هتاخد الأسد؟ لا، هاخد صاحبي يا ستي. يبقى اسمها الدقة في استخدام اللغة. عدم الدقة في استخدام اللغة دي مش القابلية للاستهواء، هي مكتوبة عندك انت صح، عندي انا غلط. دي اسمها نقص المعلومات. زي مين؟ ماما. مالها ماما؟ ماما عندها خلاط، حبت تعمل لك عصير سموزي، فمسكت تلج حطته في الخلاط فالخلاط ولع. ده غلط منين؟ ده عيب من امك. لا، ليه بقى امي عملت ايه؟ في ارشادات في الخلاط امك قريتها؟ لا، يبقى امك عندها نقص ايه؟ معلومات. غلط. في مدرس لغه انجليزيه يقول لك يا باشا خدي ال100 كلمه دول احفظيهم تعرفي تحلي اجعس امتحان. سيادتك رحتي عملت لهم سيل حفظتي 50. طب ما انت كده وقعتي في الغلط. صح ولا انا غلطانه؟ تمام. الطبيب، ماله الطبيب؟ الطبيب عمره في حياته ما هيقدر يشخص مرض ولا يعمل عمليه الا لما يكون قدامه اشعه وقدامه تحاليل. طب ما فيش اشعه وتحاليل، ما فيش تشخيص مرض. اسمها نقص معلومات. طب وايه صعوبه المشكله؟ بص يا ستي، لما انا اعمل مسابقه بين اولى ثانوي اللي هم حضراتكم وبين ثالثه ثانوي في ماده الفيزياء مثلا، ما معروف النتيجه لصالح ثالثه ثانوي. ليه؟ طب وانت تخسر ليه؟ لان انا اديتك اسئله اصعب من قدراتك واصعب من امكانياتك. غلط. زي مثلا طبيب دكتور اسنان. دكتور اسنان طالب في كليه الطب، طب اسنان. ابوه قال له بقول لك ايه يا واد، انا عايزك تزرع لي اسناني. قال له معلش يابا مش هينفع، ولو عملتها بوظك. سبب الطبيب هنا، اوعي تقولي لي نقص معلومات تبقي غبيه، لان هو بيتعلم فعنده المعلومه بس انا ما عندوش الخبره الكافيه، فانا مدياله مشكله صعبه. صعوبه المشكله. ايه تاني يا قلبي؟ السلطه والهيمنه.
انك تتقبلي راي الاخر بلا نقاش. مين الاخر ده؟ بابا، ماما، اخواتي، المدرب، استاذ الجامعه. هم دول ايه؟ انبياء يعني؟ لا، دول بشر زينا ممكن يغلطوا، فلازم ننقد ارائهم. صعب كلامي؟ طيب انا العوامل الوقوع في الخطا، العوامل الداخليه والخارجيه هتيجي في الامتحان زي ما انا وانت شايفين بعض بنسبه، مفيش نسبه، ده يقين، ما ينفعش الامتحان يجي من غيرهم. طيب انه سؤال اللي ممكن يجي لي انا هو انت اهو، والمذكره بينا، افتحي صفحه 1 و2 في مذكره التدريبات، حلي 1 و2، يبقى انت بتشوفي السؤال اللي جاي معاكي في الامتحان. سؤال 1 صفحه 1 صفحه 2 في مذكره التدريبات، يلا نبص عليها سوا. يلا يا شباب، صفحه رقم 1. رقم 1 اخترتوا ايه؟ دال. طب انا هقول لك حاجه احلى، بصي انا اللي هقول الاختيار وانت صححي معايا. رقم 1 احنا اخترنا دال علشان بتتكلم على علم التنجيم والسحر، ان انا بصدق من غير ما اتاكد، القابليه للاستواء. 2 هختار الهيمنه والسيطره، رقم د، بسبب ان احد الشركات الكبرى هو اللي بيفصل وبيعين وبيتكلم دون اي مناقشه. سؤال 3 انا هختار الف، اكلت العرين وشربت الصمادع، في عدم دقه في استخدامي للغه. سؤال 4 انا هختار جيم، الخضوع والامتثال لسلطه الوالدين هنا. سؤال 5 اخترت الف، علمي. سؤال 6 اخترت ب، التصرف في اصدار احكام. سؤال 7 هنا انا همشي ورا تغلب العاطفه. طب انا ما عنديش تغلب العاطفه، ايوه بس انت عندك الانسياق وراء المشاعر دي تعمل عمل دي، فهختار د. 8 هختار الهيمنه والسيطره، د، لان هنا البنت اجبرت على الزواج علشان ترضي ابوها. 9 هختار نقص المعلومات، والمثال ده انا قلته اثناء الشرح بتاع مدرس انجليزي. سؤال 10 هختار د، هتكلم على الاسلوب الديني لانه بيتكلم على خالق الاشياء، خالق الاشياء وخالق الكون هو ربنا عز وجل. سؤال 11 هختار جيم، التعصب والتطرف. سؤال 12 هختار الف، عدم الدقه في استخدامي للغه عشان عندي كلمه الفاظ. سؤال 13 اخترت صعوبه المشكله، والمثال قلته وانا بشرح بتاع طلبه الفيزياء. سؤال 14 اخترت عدم الدقه في استخدام اللغه، من قطع عصاك فقطع الساق، كلمه لها معنيين. 15 اخترت الاسلوب الخرافي لان فيها سحر. السؤال 16 اخترت الهيمنه والسيطره لان انا بتكلم على اشخاص ذو مكانه في المجتمع، اشخاص من المشاهير. سؤال 17 اخترت ب، وفره معلومات. سؤال 18 اخترت جيم، صعوبه المشكله. سؤال 19 اخترت الاسلوب الابداعي. ليه؟ لانه بيشوف الاشياء بطريقه غير مألوفه. 20 اخترت الف، تغلب العاطفه. 21 اخترت الف. 22 اخترت صعوبه المشكله. زي ما انت دي كده الاسئله اللي انت شفتيها دلوقتي على العوامل الداخليه والعوامل الخارجيه. ماشي، انا ما عنديش معاكي اعتراض. بص يا فندم معايا، عندي كمان سؤال محتم وجوده. ايه بقى السؤال الحتمي وجوده؟ اساليب التفكير. حلو، انت عندك كم اسلوب من اساليب التفكير؟ انا عندي 5. اول اسلوب كان الاسلوب الخرافي. امتى اختاره؟ العبي لعبه الزتونه والمفتاح. امتى اختاره؟ تختاري الاسلوب الخرافي. الاسلوب الخرافي هو تفسير الظواهر تفسير خرافي غيبي. باشا هتختاري الاسلوب الخرافي لما تلاقي اعمال، اسحار،
خرافات، خزعبلات، اساطير، جن، اي حاجه في البتنجان خرافيه. لما فسر ظاهره البرق والرعد على انها غضب من الالهه وعلى البشر تقديم القرابين للالهه، يبقى ده اسلوب خرافي. طب امتى اختار الاسلوب الديني؟ لما فسر الظاهره بارجاعها الى اسباب غيبيه دينيه. اي حاجه تتكلم عن الكون، عن الله خالق الكون، وعن الصلاه، عن الصوم، عن العبادات، عن الثواب، عن العقاب، عن البعث، عن الخلود، عن قدره الخالق، اختار اسلوب ديني. طيب امتى اختار الاسلوب العلمي؟ باشا الاسلوب العلمي ده اسلوب تجريبي جزئي حسي مادي، بيعتمد على التجربه والملاحظه والفرض. ده الاسلوب العلمي. امتى انا اختار اسلوب علمي؟ لما اربط سبب بسبب او ظاهره ادور على سببها. عندي مرض، انا عايز اعرف سبب المرض. انا في مرض عايز اعرف سببه، يبقى ده اسلوب علمي. لما اقول قضبان السكك الحديديه بسيب مسافات بينيه عشان القضبان لما تتمدد، يبقى انا فسرت. يبقى اي حاجه ليها تفسير علمي وبجيب سببها هختار الاسلوب العلمي. طب امتى تختار الاسلوب الفلسفي؟ لو الموضوع فيه تامل، تعقل، دهشه، اندهاش. تامل، تعقل، دهشه، اندهاش، ابص للموضوع نظره كليه شامله، يبقى ده اسلوب فلسفي. طب امتى اختار الاسلوب الابداعي؟ بص يا ستي، الاسلوب الابداعي لما اجيب حل كرياتيف، لما ابص للامور نظره مش طبيعيه، لما اشوف اللي محدش بيعرف يشوفه، لما يبقى الجمله عندي فيها اختراعات، يبقى اختار الاسلوب العلمي. الابداعي. يبقى الابداعي انتاج اكبر عدد من الحلول، انتاج حلول نادره غير مألوفه، ان احل المشكلات بطرق جديده، ان يبقى عندي اختراعات، يبقى انا اخترت الابداعي. الفلسفي لما يبقى فيه دهشه وفيه تامل وفيه تفسير للكون. ديني الايمان بوجود الله عز وجل. الخرافي بيعملوا لي اعمال على طول بوقف الحال، اعمال، اسحار، اساطير، خرافات، جن، عفاريت. العلمي ان انا اعتمد على التجربه واجيب سبب. صعبه؟ طب تيجي نبص على السؤال ده بيجي ازاي. هنمشي كده اب تو ديت، جزئيه جزئيه. تعالي كده نبص مع بعض على صفحه رقم 3 في المذكره بتاعتك. بص كده في صفحه رقم 3 الاول. رقم 3 سؤال 23 اخترنا فيه جيم صعوبه المشكله، لان هنا البني ادم بيقول لربنا انت امتحنت صبري وثباتي فالطف بيا، الموضوع اكبر من قدراتي. صعوبه مشكله. 24 صعوبه مشكله. ازاي؟ باشا انا عميل، انا جاي لي عميل صعب التعامل معاه، وانا موظف حاولت اتعامل معاه على قد ما قدرت، فشلت، ما خليش العميل يمشي، اديه الموظف تاني يمكن ينجح معاه، يبقى صعوبه المشكله. 25 ابداعي، لان بيقول لك بطريقه مختلفه. 26 القابليه للاستهواء، شائعات الاعلانات. 27 صعوبه المشكله، المثال بتاع طبيب الاسنان. 28 خرافي. 29 عندي نقص معلومات. 30 يجب ان نحط الكلمات في سياق غير صحيح. هنا سبب الغلط ان وضع الكلمات في سياق غير صحيح. طيب سؤال 31 ابداعي. 32 القابليه للاستهواء. 33 حلو قوي. 33 بقى ركز معايا. 33 هيفتح لي السؤال بتاع خصائص التفكير. يلا بينا. بص يا سيدي، اول خاصيه من خصائص التفكير ان التفكير نشاط عقلي انساني. انا قلت لك قبل كده ان التفكير لا يعتمد على حواس الفرد وادراكه، بل يعتمد على خبرات معلومات. الميكانيكي
يعرف يصلح العربيه، انا ما اعرفش اصلحها. ايه الفرق بيني وبين الميكانيكي؟ خبراتي ومعلوماتي. لو في طفل اتكسر لوح ازاز قصاده هيمد ايده يلمسه هيتعور. الام بتعمل ايه؟ بتحوشه، تبعده. ليه؟ عشان الام عارفه انه هيتعور. عرفت منين؟ نتيجه ما لديها من خبرات ومعلومات. طيب ايه ادراك القوانين العامه للموجودات؟ من خلال خبراتي ومعلوماتي اقدر افسر الكون. يبقى انا لو لقيت في الموضوع تفسير للكون والوصول الى قوانين الطبيعه اختار دي. بعبر عن تفكيري بشكل لفظي رمزي. يعني ايه لفظي رمزي؟ لغه. حضرتك عمرك ما هتعرفي اللي في دماغي غير لما انا اقوله. يعني التفكير لغه غير منطوق. طب واللغه فكر منطوق. فالتفكير واللغه الاثنين وجهين لعمله واحده. يبقى انا امتى اختار دي؟ لما الاقي لغه او الاقي رموز. امتى اختار دي؟ نشاط عملي لما بيغير حياه الانسان نحو الافضل. يعني ايه؟ النهارده بروح الحجاز، بروح احج بالطياره. النهارده ببعت لك الملفات في ايميلات. ففي تغيير نحو الافضل. يبقى لما يكون عندي معلومه وخبره نشاط عقلي. طب بغير الحاجه نحو الاحسن والافضل وبغير في الموديلات نشاط عملي. التفكير مرتبط بشخصيه الفرد. يعني ايه؟ يعني التفكير بيتاثر بميولك، برغباتك، بافكارك. انا وانت لو رحنا مول، انا هدخل على قسم الادوات المنزليه وانت هتخش على قسم الموبايلات. ايه اللي خلاني اروح هنا وايه اللي خلاك تروح هنا؟ ميولنا. سيادتك بتقعد على الفيس بتسرش على الحاجه اللي انت بتحبها. طيب اهميه التفكير ايه؟ المنفعه العمليه للفرد. لما الاقي في الموضوع تنافس اختار دي على طول. لان الانسان بيحقق، فالتفكير يساعد الافراد على التنافس بشكل فعال. انا عمري ما هحقق نجاحات الا من خلال تنافس. المنفعه العمليه للفرد والتفكير بيحقق منفعه عامه للمجتمع. كل ما الافراد بتفكر صح كل ما المجتمع بيتقدم ويرتقي. الصحه النفسيه. بص بقى، سيادتك لو مفكر كويس واخد قرارك كويس هتحس بالراحه النفسيه والثبات، ما عندكش حاجه شاغله بالك. القدره على التحليل والتقويم والنقد. الفلسفه او التفكير لا اتقبل الامور تقبل اعمى. لا، انا بحلل، بنقد، باكد، برفض، بميز. يبقى لو في تحليل، نقد، تاكيد، تمييز اختار دي. طب في تنافس اختار دي. في فايده على المجتمع اختار دي. في راحه وانسجام وسعاده وامان اختار دي. صعبه؟ طيب تعالي بصي معايا في صفحه 3 اخر سؤال. بيقول لك العقل ليس وعاء يحتاج الى ملء. يعني العقل ده مش عباره عن حله عمالين نملاها، لا، وانما تحتاج الى ان تقاد، حاجه تولعها وتشغلها وتغيرها للاحسن. يبقى انا اخترت جيم. تعالي بقى سيادتك خدي كده 5 دقايق فكري في صفحه 4. انا سبت لك فرصتك. سؤال 34 هختار الهيمنه والسيطره لان هنا اللي مسيطر عليه استاذه الجامعي. 35 هختار ب تغلب العاطفه. 36 هختار د التسرع في الحكم. 37 اخترت د. ما هو انا بيقول لك المتهم بريء حتى تثبت ادانته، يبقى ده بدعوى لعدم التسرع في الحكم. 38 طبعا يا جماعه اللي بيراجع معانا وبيتابعنا على اليوتيوب او الاونلاين يبقى لازم معاه المذكرات. انت عمال تسمع حروف مش فاهم، انت مستمتع بس بالشرح، لازم يبقى معاك المذكرات. سؤال 38 اخترت ألف.
39 اخترت السيطرة والهيمنة. 40 اخترت التروي. التروي يعني التأني في إصدار أحكام، يعني عدم التسرع. 41 اخترنا الهيمنة. 42 اخترت نشاط عقلي إنساني لأن الأم هنا عندها خبرة. 43 تنظيم التفكير. 44 عملية ذهنية اللي هي ب، هي الوحيدة التي لا تصلح. 45 التعصب. طيب قبل المقالي بصي لي، أنا عندي بالمرة 4 حالات تستدعي التفكير. إيه هما ال4 حالات اللي بيستدعوا التفكير عندي؟ حالة التذكر، التنظيم، تنظيم التفكير والتذكر وحل المشكلات والتخطيط. أنا أفرق ما بينهم إزاي؟ اديني مفتاح. أي حاجة تخص الماضي تذكر. المدرسة الابتدائية تذكر، الحضانة تذكر، أفتكر عيد ميلاد أحد أصدقائي تذكر، معلومة قد أخذتها في الصف الثالث إعدادي تذكر. يبقى أي حاجة تخص الماضي تذكر. خلاص الماضي. طيب تنظيم لازم تلاقي في الجملة عملية ترتيب. إزاي؟ أنا هعمل جدول عشان أرتب مذاكرتي. حاجة تانية، أنا هروح أطلع رخصة عشان أعرف أسوق. هروح أخد كورس إنجليش عشان أعرف أسافر. يبقى في ترتيب، حاجة على حاجة، ده تنظيم التفكير. طب إمتى اختار تخطيط المستقبل؟ إذا كنت هتكلم على أحلام، أهداف، الغد، بكرة، ناوي حاجة تعملها في الفيوتشر، في المستقبل، يبقى اختار تخطيط المستقبل. طب امتى اختار حل المشكلات؟ لما يبقى عندك مشكلة بالفعل. زي ايه؟ لاحظت ان اخوك الصغير درجاته في مادة الرياضيات وحشة، فانت اتأكدت ان هو ضعيف في مادة الرياضيات، فخصصت كل يوم 2 ساعة من وقتك تقعد معاه تذاكر له رياضة. كده يبقى حل مشكلة صعبة. تمام. وجينا قلنا التفكير هو ايه؟ عملية عقلية ذهنية نرسم بيها خريطة عمل لتحقيق هدف ما. وعرفت ان التفكير هبة يمنحها الله للإنسان ويميزه بها عن سائر المخلوقات. وعرفت ان التفكير شيء مش مادي، مش ملموس، مش محسوس، ولكن يستدل عليه. وقلنا متى يبدأ العقل في التفكير؟ عندما يقوم العقل باستقبال المثير. بيجي لي مثير بيخش دماغي عن طريق الحواس، يا سمعه يا شايفه يا لمسه يا لحسه، سمعه شايفه شمه لمسه متذوقه لحسه. اي معلومه بتخش دماغك عن طريق الحواس، دماغك بتفكر وعقلك بيفكر فينشط جزء معين في التفكير فبتديني استجابه. طيب زي ما انا هقول لحضرتك دلوقتي، تعال نبص على الاسئله المقاليه. تعال كده معايا في اول سؤال مقالي صفحه 5. اول سؤال مقالي صفحه 5 بيقول لك انما الناس بحارا فلا تحكم على اعماقهم وانت لا ترى شواطئهم. يبقى دي اسمها التسرع في الحكم. نكتب بين قوسين التسرع في الحكم. طيب 2، عادة ما يولد نتيجة التمسك بتحقيق المصلحة الشخصية، انك انت بتتمسك بمصلحتك الشخصية وما بترضاش تضحي، ده اسمه التعصب. يبقى التعصب والتطرف. 3، اسلوب التطلع والبحث، طالما فيها بحث وتطلع ومعرفة يبقى الاسلوب الفلسفي. 4، بيقول لك اللي ياكل مستيكة
تفضل في بطنه 7 سنين وتلف على أمعائه. والله ده أسلوب خرافي. 5 بيقول لك الانفعالية تساعد على انتشار الأفكار، انتشار أفكار وشائعات، يبقى القابلية للاستهواء. 6 من أولها هو بيقول لك شائعات. شائعات، أنا أول ما أشم ريحة شائعة يبقى القابلية للاستهواء. 7 بيقول لك إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة، فالعلم ثروة ونحن نبني تخطيط للمستقبل. إيجاد الأفكار أو الأشياء بطريقة غير مألوفة، إن أنا أجيب طريقة مختلفة إبداعي. أستاذتي أنت كده خلصتي الباب الأول كله، خلاص؟ أنا أشوفك على خير الترم التاني. اقفل. إن شاء الله النهاردة هتكون المحاضرة التانية. النهاردة المحاضرة التانية. انت يوم السبت اللي فات خلصتي المحاضرة الأولى التالتة وراجعناها وحلينا كمان عليها. النهاردة هناخد المحاضرة التانية ونخلصها ونراجعها ونحل عليها. طيب المحاضرة التانية دي من أمتع المحاضرات. ليه؟ المحاضرة دي احنا اشتغلناها في الشرح على بالراحة خالص، وعملنا حاجة كمان فيها. المحاضرة دي انت معاك ورشة ومعاك بوستر ورشة، يعني المحاضرة دي احنا مشغلينها مرتين. طيب ما علينا، تعالى بقى نتكلم. أول حاجة بتقابلني، ركزي معايا، في حاجة اسمها وظائف التفكير الفلسفي. طيب المعروف ان وظائف التفكير 3 اللي هم، انت عامل كلوز على المكان كله. وظائف التفكير 3: تفسير، تغيير، استشراق مستقبل. طيب مش هنتكلم كتير، ادي التفسير، تغيير، استشراق مستقبل. انا عايزه المفتاح. انا جايه لسماح صبحي عايزه المفتاح. فين المفتاح بتاع الكلام ده؟ بصي، وظائف التفكير الفلسفي. بص المفتاح بتاعنا، بص يا قلبي، أول وظيفة اسمها تفسير الواقع. تاني وظيفة تغيير الواقع. تالت واحدة استشراق المستقبل. امتى اختار تفسير، تغيير، استشراق؟ مهمة الفيلسوف لا تقف عند وصف الواقع فقط، بل مهمة الفيلسوف أعلى من ذلك، إن يفسر الواقع. معلش بعد إذنك، يعني إيه يفسر الواقع؟ يعني يطلع المشكلات اللي في الأعماق، وبعد ما يطلع المشكلات يتفرج عليها؟ لا، يوصفها، وبعد ما يوصفها يحللها. طيب بعد ما يوصفها ويحللها يعمل ايه؟ يعرفني اسبابها. يعني يوصف ويفسر ويحلل. تمام. يبقى لما انا هدور على اسباب، لو هدور على اسباب يبقى عملية التفسير واحدة واحدة. في يوم من الأيام كان عندي فيلسوف وعالم اجتماع، هو عالم اجتماع أدق،
هتاخديه السنة الجاية إن شاء الله لو دخلتي أدبي. اسمه أوجست كونت. أوجست كونت كان فيلسوف فرنسي، كان عايش في قلب فرنسا. هوب طخ تيخ طخ لقى ان فرنسا اتدمرت وانهارت فرنسا اقتصاديا وسياسيا، والدنيا خربت في فرنسا. ليه؟ عشان ايه؟ حصل ايه؟ في ايه؟ ايه او قال لك بس احنا عرفنا السبب. ايه السبب؟ حاجه اسمها ازدواجيه التفكير. يعني ايه ازدواجيه التفكير؟ يعني كان في نوعين من التفكير شغالين في فرنسا، كان تفكير ديني وتفكير علمي. المفروض ان التفكير الديني ده يدرس الظواهر الاجتماعيه والدينيه، والتفكير العلمي يدرس الظواهر الطبيعيه. فيها حاجه يعني كل واحد ليه الظواهر اللي هيدرسها. تعمل ايه بقى؟ انا عيني منه وانت عينك منك انت، ما اعرفش بتتقال ازاي، مش عارفه يعني، ما علينا. اللي حصل كالاتي: التفكير الديني دخل على الظواهر الطبيعيه، فراح جاي التفكير العلمي دخله على الظواهر الاجتماعيه. بقت كل ظاهره في المجتمع ليها كم تفسير؟ 2، واحد ديني واحد علمي. زي مثلا ظاهره البرق والرعد، ظاهره الزلازل والبراكين. التفسير الديني بيقول ان البرق والرعد هي دليل على وجود الله وعجز قدرة الإنسان عن الإتيان بمثل هذه الظواهر. ده أسلوب ديني. العلم قال لك لا يا عم، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ لا، البرق والرعد ده تفريغ شحنات كهربائية بين الأجزاء السفلى والأجزاء العليا، ينتج عنها الصوت وهو صوت الرعد، وينتج عنها الضوء وهو ضوء البرق. وأثبتت هذه النظرية إن الضوء أسرع من الصوت. إذن هي ظاهرة واحدة اسمها برق ورعد، ليها كم تفسير دلوقتي؟ واحد ديني والتاني حلو. فالدنيا باظت وفرنسا اتدمرت، فقعد أوجست كونت يهديك يرضيك وحياة والديك. إيه حصل؟ إيه راح؟ إيه جه؟ إيه خلى؟ قال لك بس سبب المشكلة إن في نوعين من الإيه؟ من التفكير. اللي عمله أوجست كونت ده اسمه تفسير الواقع. صعبة؟ ايه؟ أوجست كونت قال الآتي، ركز بقى معايا في الحدوتة دي. قال ايه أوجست كونت؟ قال الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وشيل ده من ده يرتاح ده عندك، وخالتي وخالتك وتفرقت الخالات. هتعمل ايه يا كونت؟ قال لي يا ستي هو سبب الفساد ايه؟ مش ازدواجية التفكير؟ ان انا عندي كم نوع من التفكير؟ خلاص نشيل واحد ونخلي واحد. لما نشيل واحد ونخلي واحد كده عالجنا ولا ما عالجناش؟ عالجنا. حلنا ولا ما حلناش؟ حلينا. طورنا المجتمع ولا ما طورناش؟ طورنا. ده يبقى اسمه ايه؟ تغيير. الله، جميلة، ليها مفاتيح. يلا بقى نلعب بالمفتاح. بصي، لما يقول لك في السؤال علاج يبقى تغيير، تطوير تغيير، تنمية تغيير، علاج تطوير تنمية تغيير. ممكن كمان إصلاح تغيير، تعديل تغيير. أي حاجة من دولت بنقول عليها تغيير. طب هل مهمة الفيلسوف هتقف عند الوصف والتفسير والتغيير فحسب؟ لا، في حاجة اسمها استشراق مستقبل، إن حياة الإنسان بيحددها 3 نقاط. ماضي عشته خلاص خدت منه الخبرة، حاضر عايشه قيمة، مستقبل بحلم بيه بكرة
امتى اختارها؟ لما يقولك ابناء، اجيال، تجنب مشكلات، ممكن نقول غدا، اي زمن هختار استشراق مستقبل. يعني ممكن نقول ان اوجست كونت عالج المشكله في فرنسا لكي يجنب الاجيال القادمه هذه المشكلات. طالما قال لك انا عالجت عشان اجنب الاجيال القادمه، لا تفسير ولا تغيير، ده اسمه ايه؟ استشراق مستقبل. صعب؟ طب بقول لك ايه، لو قال لك قام هانز يوناس، واحد اسمه هانز يوناس، بعمل او بدعوه لحقوق الاجيال القادمه، تختاري مين؟ استشراق مستقبل. قام الملك فاروق باغلاق منجم السكري للذهب لانه اكد انه ليس من حقنا بل من حق ابنائنا، لان يجب ابنائنا يروا ان اجدادهم حافظوا لهم على الثروات. اختار استشراق ايه؟ صعب كلامي؟ حلو. يبقى انا عندي تفسير الواقع، تغيير الواقع، استشراق مستقبل. اللي على السبوره كتبته بايدي مفتاح، وادي الزتونه بتاعتك. تفسير الواقع: الفيلسوف يكون مشغولا بالواقع الذي يعيش فيه، وذلك حتى يفسر احد تفسيرا شاملا علميا اقتصاديا اجتماعيا. مهمة الفيلسوف ليست وصف الواقع وتفسيره فحسب، بل هي علاجه والبحث في أسبابه البعيدة. تغيير الواقع إن أنا أغير الواقع. استشراق المستقبل أتكلم في ماضي وحاضر ومستقبل. الفيلسوف الذي يشغل باله ليس الماضي اللي عاشه ولا الحاضر اللي عايشه، بل المستقبل اللي هيعيشه. صعب؟ صعب؟ اوكي. وبعدين بص بقى، الحاجات الحلوه الجميله دي احنا حافظينها صم. فاكرها. ايه فاكره فيها؟ غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. شاطر. يلا بينا تعال نشوف مفاتيحها ونشوف دنيتها. بص يا قلبي، في حاجة اسمها أهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع. ايه هي يا أستاذ محمود أهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع؟ بصي حبايب موحى، ولادي وحبايبي، أهمية الفلسفة بالنسبة للمجتمع هي جميل. غرس قيم جديدة. طب والقديمة؟ نقد قيم قديمة. طلعت الحلو والوحش، الوحش رفض الوحش، والحلو هحافظ عليه. طب وبعد ما تحافظ عليه هربط بينه وبين الجديد وانسق ما بينهم عشان اوحد قطبي الامه. ايه يا محى اللي قلتيه ده؟ غرس جديد، نقد قديم، رفض الوحش، حفاظ على الحلو، ربط قديم بجديد، تنسيق عشان اخليهم ثقافه واحده، توحيد قطبي الامه، يحيى الهلال مع الصليب. ايه اللي احنا قلناه؟ بصي، الفيلسوف دايما بيبص للمجتمعات التانية ويعمل ايه؟ يسقط منها الحلم. يعني الفيلسوف يعمل على غرس قيم جديدة بيجيبها من بره. يا اخويا انت عمال تجيب من بره، طب واللي عندك جوه ما انا هنقض القيم اللي عندي. الحلم هحافظ عليه، طب والوحش هرفضه. طب وبعد ما تنقضه، بص يا محاميحو، هعمل الاتي: هاخد الحلو اللي انا حافظت عليه والجديد اللي انا جبته واربطهم ببعض واعمل عملية ربط. ليه؟ عشان اخليهم ثقافة
واحدة. ووحد قطبي الأمة. طب أسألك سؤال، ساعات ممكن السؤال ما يجيبش ربط، يجيب تنسيق. بابا تنسيق تحل محل مين؟ وتنسيق تحل محل ربط، وربط تحل محل تنسيق. ولو الجملة فيها رفض ومفيش كلمة رفض خدي نقد. طب ولو الجملة فيها نقد ومفيش نقد في رفض، يبقى النقد والرفض بيحلوا محل بعض، الربط والتنسيق بيحلوا محل بعض. وفي النهاية هطلع بالجملة الحلوة دي. ايه يا قلبي؟ ان الفلسفة تعبر عن حضارة الشعب. احنا حفظناها ازاي يا ولادي يا حبيبي؟ غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. اسمع، غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت. اسمع، 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 رست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. كمان مرة بس أعلى. يلا بينا. غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. حلو. غرست ايه؟ غرست القيم الجديدة. غرست القيم، غرست القيم، غرست القيم، غرست القيم. حلو. ونقدت ايه؟ القديم. طب الوحش فيها عملت له ايه؟ رفض. طب والحلو فيها؟ طب ممكن تديني مثال للوحش والحلو؟ بابا ظاهرة زي الطار حلوة ولا وحشة؟ يبقى نعمل لها رفض. الإسراف رفض. زواج القاصرات، وعد البنات، حرمان المرأة من التعليم. بس احنا عندنا حاجات حلوة زي صلة الأرحام، صلة الأرحام، الكرم، الكرم، النخوة، الرجولة، الشهامة، التضحية، الإيثار. صعبة؟ صعبة؟ تمام. يبقى نقولهم مع بعض. غرست قيم جديدة. أنا غرست قيم، نقدت قيم، رفضت الوحش منها، حافظت على الحلو، ربطت مين؟ قديم بجديد. ربطت مين؟ عشان أخليهم ثقافة ووحد قطبي يحيى الهلال مع مسلمين وإيه؟ إذا الفلسفة بتعبر عن حضارة الشعب. صعبة؟ صعبة؟ لا أظن دي أحلى حاجة. ده أنت حافظاها صم يا باشا. غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. طب حلو. في مفاتيح تاني؟ يا قلبي بصي. ايه يا حبيبي؟ بصي يا مامي، بصي يا قلب مامي، حبيب ماما. يبقى انا بغرس قيم جديده زي التسامح والحريه والمساواه واحترام المراه، وبضيف قوانين جديده زي التنوير والحداثه والمواطنه. نقد قيم ثبت عدم صلاحيتها زي الطار وعدم تعليم البنات. هنحافظ على القيم الاساسيه الحلوه في المجتمع زي الاخلاق الدينيه وزي الحجاب. هننسق بينهم نخليهم ثقافه واحده. الفلسفه تعبر عن حضاره الشعب. ادي 1 2 3 4 5. انا عاملاهم قدامك كام؟ 7. طب ليه انت عملتيهم 7 يا موحة؟ عشان الربط بتحل محل التنسيق، والرفض بتحل محل نقد. فانا فنطها لك على السبوره. قلناها ازاي؟ غرست، نقدت، رفضت، حفظت، ربطت، نسقت، ووحدت. صعبه؟ قشطه. وبعدين حبيبي، 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 نعم، أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد. تعرفي إن دي في حصة الورشة بتاعت الباب التاني كنا عاملينها حلو جدا. أنا بقول لك كنت عاملاها تحفة. حتى الورق بتاع الورشة اللي أنا وزعته على حضراتكم تحفة. ليه؟ مليان مفاتيح. وأظن الحاجات دي معاكي، ما تحافظي عليها ما ترميهاش. طيب بصي يا قلبي، يوسف في صوت. بصي يا قلبي،
بص يا حبيبي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد. أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد. بص يا قلبي، أول حاجة في أهمية الفلسفة بالنسبة للفرد تكوين وجهة نظر. يعني إيه تكوين وجهة نظر؟ يعني كل إنسان ليه وجهة نظر. أنا إمتى أختارها؟ إمتى أختارها؟ لما ألاقي في السؤال أهداف، قيم، اختلاف الرأي، وجهة نظر. لما الاقي في السؤال اهداف وقيم واختلاف في الرأي ووجهة نظر، اهداف وقيم واختلاف في الرأي ووجهة نظر، هختار دي. ليه؟ كلنا اهدافنا مختلفة، كلنا وجهات نظرنا مختلفة، كلنا قيمنا مختلفة. طب في حاجة كمان جامدة جدا، جامدة جدا دي، لا جامدة قوي، تشكيل عقل الفرد. تعمل الفلسفة على تشكيل عقل الفرد وتكوين التفكير الناقد، بحيث ان الفيلسوف لا يتقبل اي فكرة الا بعد اعمال العقل فيها، فيأيدها يا يرفضها. حلو، اديني مفتاحها وسهلي عليا الليلة. اي سؤال فيه نقد، ركز، فحص، بحث، تمييز، تحليل، نقد وفحص وبحث وتمييز وتحليل. طب ممكن اقول كمان تفنيد ايجابيات وسلبيات. يبقى انا هختار على طول تشكيل عقل الفرد. يبقى لما الاقي اهداف والاقي قيم، الاقي اهداف والاقي قيم، على طول هخش على تكوين وجهة نظر، تشكيل عقل الفرد، فحص، نقد، بحث، تساؤل، كل ده. طيب في حاجة كمان حلوة، الفلسفة تعمل على غرس محبة المعرفة. الفلسفة تدعو إلى غرس محبة المعرفة وإشباع دافع الفضول وحب الاستطلاع. إمتى اختارها؟ لما الاقي في السؤال فضول، الاقي في السؤال معرفة، الاقي في السؤال اطلاع، الاقي في السؤال كتب، الاقي في السؤال مجلات، الاقي في السؤال تساؤل، الاقي في السؤال مكتبات. اي حاجة من دولت هتوديني على غرس محبة المعرفة. صعبة؟ طيب ايه كمان؟ الفلسفة، ايوه ستي، الفلسفة تعطي معنى للحياة. اليوم الفلسفة لا تعلمني كيف أفكر، الفلسفة اليوم تعلمني كيف أعيش وكيف أحيا. الفلسفة لم تعد بحثا في المجرات، الفلسفة تعمل على حل المشكلات. زمان كان الفلاسفة يقعدوا كده على السطوح يتمددوا ويتأملوا المجرات، النجوم والكواكب، ويقعدوا يسألوا نفسهم سؤال، الكون وخالق الكون وازاي يتخلق وصفات الخالق. ده كان زمان، ده كان عند ام عبده زمان. النهارده الفلسفة تعمل على حل المشكلات، تتناول المشكلة وتحلها. امتى اختار دي؟ لما الاقي في السؤال في سعادة، انسجام، توافق، تلاؤم، يقين بعد شك. ماشي، شوية مفاتيح عنب. الفلسفة الخاصة اللي هي بتاعة تكوين وجهة نظر، يتبنى كل فرد قيم معينة واتجاهات معينة، تخلصوا من التبعية، تشكيل عقل الفرد بحيث يكون قادر تفكير عقله على التفكير الناقد، فهو لا يقبل أي معرفة أو حكم إلا بعد عملية بحث، ويرفض الآراء المتسرعة.
غرس محبة المعرفة. الفيلسوف فضولي دايما يبحث عن المبادئ الأولى، وهدفه دينه ومعبدته التساؤل المستمر. الفلسفة تعطي معنى للحياة لأن بتوصل الإنسان لليقين، ولم تعد الفلسفة بحثا في المجرات بل تعمل على حل المشكلات. صعبة أهمية التفكير الفلسفي بالنسبة للفرد؟ ماشي. بصي بقى يا موحة، الحتة دي يا أختي إحنا ما بنعرفش نحفظها ورخمة، الاتجاه الأول والتاني. طيب قبل ما ناخد الاتجاه الأول والتاني تعالي نخلص من الحتة العبيطة دي، من النشأة، وأنا هقول لك الاتجاه الأول والتاني هنخلصه إزاي. بص يا قلبي، بص يا قلبي، لو جينا خلصنا حتة كده صغنطوطة اسمها نشأة الفلسفة. بص يا عمري مامي، الفلسفة نشأت في الشرق القديم وفي المجتمع اليوناني أو الغربي. طب تقدر تقول لي في الشرق فين؟ فين؟ مصر والهند والصين وبلاد فارس، إيران. أيوه. طب وفي الغرب فين؟ في أثينا. أثينا اللي هي اليونان، اللي هي الإغريق. يقول لي أثينا، يقول لي اليونان، يقول لي إغريق، قشطة. طب عايز تقول إيه؟ أنا عايز أقول لك إن نوع الفلسفة زمان كانت فلسفة دينية. طب وفي الغرب كانت فلسفة علمية. المعنى الحقيقي للفلسفة، المعنى الحقيقي للفلسفة لم يظهر في الشرق بل ظهر في الغرب. حلو. يعني لو قال لي المعنى الحقيقي للفلسفة هقول في الغرب مش في الشرق. في الغرب على ايد مين؟ كان في واحد اسمه طاليس، ثم بلغت قمة نضجها على ايد الثالوث. مين الثالوث؟ سقراط، افلاطون، ارسطو. الكلام ده حصل امتى؟ من القرن السادس حتى القرن الرابع قبل الميلاد. طب ليه قلتي عليها فلسفة علمية؟ لأن طاليس هو اللي قال إن الماء أصل كل الأشياء بعد تجربة. أرسطو جاء قال الأرض هي مركز الكون. معنى ذلك إن الناس دي ما اتكلمتش في الدين. طب والناس اللي بتاعت زمان لا، كانوا بيتكلموا في الدين والآلهة. فأصبحت إن فلسفة الشرق كانت فلسفة دينية، بينما فلسفة الغرب كانت فلسفة علمية. صعبة؟ ماشي. وايه اللي حصل بعد الكلام ده؟ حصلت عركة. العركة اللي حصلت مين السبب فيها؟ كان واحد اسمه فيثاغورس. فيثاغورس ده اعترض على لقب حكيم، لان قال لك الحكمة صفة من صفات الإله، الله، لا تخص البشر. فأنا مش هسميك حكيم. باشا أنت مش هتسميني حكيم، ماشي، هتسميني إيه؟ قال لك أنا هسميك فيلسوف. طب ممكن أعرف كلمة فيلسوف دي أنت جبتها منين؟ جبتها من فيلو صوفيا. فيلو معناها محب، صوفيا معناها الحكمة. إذا أنت مش حكيم، أنت محب للحكمة. ماشي. يعني أنت شايف إن لقب حكيم ده يخص الإله بس؟ قال لي قلت له وأنا هتسميني محب للحكمة؟ طب مين أول فيلسوف عرفوا التاريخ؟ فيثاغورس، لأن هو أول واحد سمى نفسه بهذا الاسم. فيها مشكلة؟ طيب وبعدين بقى الحتة اللي أنت مضايقاك، اللي أنا قلته دلوقتي هي الجزء ده، وتعريف الفلسفة فيلوسوفيا وقصة فيثاغورس. طيب كل الطلبة ما بتحبش الحتة دي ليه؟ أصل أبلة الفلسفة اختلفت، ما بقاش عندي تعريف محدد للفلسفة، بس أنا عندي اتجاهين للفلسفة. إيه هما الاتجاهين بتوع الفلسفة؟ عندي اتجاه أول وعندي اتجاه تاني. حلو. الاتجاه الأول الاتجاه
الأول بيقول إن الفلسفة هي علم المعرفة الكلية المطلوبة لذاتها. يبقى أنا أول ما ألاقي في السؤال كلمة أم العلوم، علم العلوم، علم كلي لإشباع دافع الفضول، هختار الاتجاه الأول. طب والاتجاه التاني قال إيه؟ قال إن الفلسفة وجهة نظر عقلية فردية خالصة بيعرض من خلالها الإنسان ظروفه والبيئة. أمين؟ الفلسفة وجهة نظر. طالما إن الفلسفة وجهة نظر، طالما إن الفلسفة وجهة نظر، إذا تعريف الفلسفة هيكون ثابت، هيكون تعريف إيه؟ نسبي، عشان وجهات النظر نسبية، لأن وجهات النظر بتختلف باختلاف الفيلسوف، باختلاف الموضوع، باختلاف الزمن، باختلاف الشخص. يبقى سبب اختلاف الزمن والموضوع والشخص كانت الفلسفة نسبية متغيرة. صعبة؟ حلو. يبقى لما الاقي الموضوع فيه نسبي هختار الاتجاه التاني. علم العلوم، علم المعرفة الكلية، علم الفضول، علم الاستطلاع، اختار الاتجاه الأول. لحد كده تمام؟ طيب. عايزين نحل شوية أسئلة. بصي بقى يا ست الكل، نركز مع بعض. طلعي لي مذكرة التدريبات. انت معاك مذكرتين، واحدة شرح وواحدة تدريبات. طلع لي مذكرة التدريبات صفحة رقم 6. طلعي صفحة رقم 6. احنا هنحل 6 و7 و8. 6 7 8. حلي الاختبار ده دلوقتي يا جماعة. لازم يبقى معاكي المذكرة دي عشان نعرف نشتغل مع بعض، اللي هي الأسئلة. يلا بينا. سؤال رقم 1 قولي لي حرف أ ب ج د. ها؟ سؤال رقم 1 إجابته ب يونانية. سؤال رقم 2 ج بحث المشكلات الكبرى للإنسان والتفسير الشامل للعالم. سؤال رقم 3 ب السؤال الراهن، العصر الراهن اللي بيحل المشكلات. 4 ب ما عندكيش الكلام ده، هي ب. 5 د 6 ج برافو. سوري 5 ج ثانية أ ب 2 ج 3 ب 4 ب 5 ج 5 د. في رقم اختفى. طب السؤال بتاع كيف يمكن أن يساعدنا التفكير الفلسفي على تطوير نظريتنا ج. اللي تحتيها بقى 6 د. اتي اللي وراها في رقم اختلف. 9 أ 10 د 11 د 12 أ 13 د 14 ب 15 د 16 أ 17 أ 18 د 19 ب 22 ب 23 ج 24 ب 25 د 26 د. ده كده كان صفحة 6 و7 و8. المفروض انك تحل 9 بس عشان الوقت بتاعك. 9 من صفحة 9 لصفحة 13 واجب. من 9 ل 13 هيكون بالنسبة لك واجب. من 9 ل 13 واجب. أساتذة انت كده خلصتي كام محاضرة؟ 2. التالتة والتانية، ناقص لك الأولى اللي هنشتغلها إن شاء الله آخر الأسبوع. بصوا يا جماعة، إن شاء الله النهاردة هنراجع الوحدة التالتة. إيه ده؟ هي المراجعة جاية من الآخر للأول؟ صدقني صدقني، لو المراجعة بتاعتك من الآخر للأول هتنجزك بطريقة مهولة عبقرية.
طيب اول حاجه انا عايز اعرفها، نعم، ايه هي خصائص التفكير الفلسفي؟ خصائص التفكير الفلسفي، ويا ريت مفيش تعليقات: الدهشه، الاستقلال، التامل، الدقه المنطقيه. 4 خصائص. ال4 خصائص دول عشان تعرف تحلهم حلو قوي ليهم 4 مفاتيح. طيب تعال نبص على المفتاح، فكك من السمارت دلوقتي وبص معايا على المفتاح. يلا حبيب ماما، عايزه ايه؟ عايزه اقول لك ايه هي خصائص التفكير الفلسفي. قلبي هو ايه اللي احنا هناخده ده يا ميس؟ ده بقى قلبي الموضوع الثالث. انت عندك 3 مواضيع، اول تاني ثالث، ده الموضوع الثالث. ايه خصائص التفكير الفلسفي؟ اول خاصيه من خصائص التفكير الفلسفي حاجه اسمها الدهشه. امتى اختارها؟ هتعرف. بعد الدهشه الاستقلاليه، وبعد الاستقلاليه التامل، وبعد التامل الدقه المنطقيه. عشان تفهمي دولت ليهم مفاتيح حلوه قوي قوي قوي. لو ظبطت الدنيا المفاتيح دي تظبط معاك كل حاجه. الاول هو يعني ايه دهشه؟ بص يا قلبي، بالبلدي كده، الدهشه انفعال عقلي مع هزه وجدانيه بتجعل الانسان يقف موقف الذهول، ولكن موقف الذهول لا يعني توقف عقل الانسان عن التفكير. بمعنى حبيبي، انت لما بتشوف حاجه غريبه كانسان عادي مش كفيلسوف بتندهش، بتلاقي عقلك يحصل له انفعال، رجع، ايه ده؟ ايه ده؟ اسمها انفعال عقلي. وتلاقي اسم الله عليك قلبك اتسحب. يعني ايه اتسحب؟ نزل في مكانه كده، سحبه، نزل. يبقى الدهشه انفعال عقلي مع هزه وجدانيه. يبقى الدهشه ما هي الا انفعال عقلي مع هزه وجدانيه، يحصل لك تشك في عقلك وفي قلبك. الانفعال العقلي والهزه الوجدانيه دي بتخلي حضرتك عامل كده، واقف موقف الذهول. هل موقف الذهول اللي انت فيه يعني ان عقلك في اللحظه دي بيتوقف عن التفكير؟ ابسولوتلي مستحيل خالص. طب انا اختار امتى الدهشه؟ في الاختيارات. الدهشه حبيبي هتختارها لما تلاقي يقول لك انفعال عقلي، او يقول لك هزه وجدانيه بتخليك في موقف ذهول وفي حاله تعجب. إذا عقلك بيبقى في حالة تساؤل، إيه؟ حصل إزاي؟ إزاي؟ طالما بقى عقلك وصل لليه وإيه وفين وإمتى وإزاي إزاي إزاي، إذا أنت في حالة دهشة أو بتمارس خاصية الدهشة. طب دي مفاتيحها. الدهشة إيه؟ الدهشة انفعال عقلي مع هزة وجدانية شديدة تجعل الإنسان يقف موقف الذهول أمام شيء ما غير معروف. وإن الذهول لا يعني غياب العقل، لأن الدهشة فعل عقلي. يبقى الدهشة انفعال عقلي مع هزة وجدانية تجعل الإنسان يقف موقف الذهول، وموقف الذهول لا يعني أبداً
توقف العقل عن التفكير. صعبة؟ اوكي. بعدين يعني ايه استقلالية؟ التفكير الفلسفي تفكير مستقل من الدرجة الأولى، فهو لا يخضع لأي سلطة حتى وإن كانت سلطة الوالدين. ما بخضعش لأي سلطة إلا سلطة واحدة بس، سلطة عقلي أنا. يعني ممكن نختار إن الاستقلالية لها مفاتيح. إيه؟ الحرية. الاستقلالية هي دعوة للحرية. حلو. بس لا، والاستقلال ماشي. غير كده الانفراد بالرأي. طيب انت عارفه لما انا اقدر اعمل الاربعه دولت يبقى مطلوب مني ايه؟ مطلوب منك انك تتخلص من التبعيه. اتخلص من التبعيه وتتحرر من السلطه. سلطه مين؟ اي سلطه حتى وان كانت سلطه الوالدين. يا راجل ازاي؟ هو كده. بابا يقول لك حبيبي انت داخل علمي. بابا بس انا ميولي ادبي. ولد لا بابا معلش انا اسف، تعالى امتحن انت. اسف انا هدخل على حسب ميولي ورغبتي. كده انت مش خاضع لسلطه الوالدين خالص. طيب في مصلحه ماليش دعوه بالمصلحه، في اهداف اخرى ماليش دعوه بالاهداف الاخرى. انا خاضع لسلطه واحده بس، هي سلطه عقلي. من حقك تسمع الراي الاخر، اسمع الراي الاخر، بس برضو اوعى تخضع لحد. طيب يعني انت عايزه تقولي معنى كلامي ان الاستقلاليه هو تفكير مستقل من الدرجه الاولى، لا يقوم على مبدا التبعيه، بتحرر من التبعيه، ويقوم على سلطه العقل والمنطق فقط. صاحب التفكير الفلسفي يبدا من العقل وينتهي للعقل. حلو قوي. طيب هل حد هيجبرني على حاجه؟ اسف مش هتجبر. طيب والتامل؟ بص يا معلم، التامل بالبلدي هو استحواذ. استحواذ. التامل معناه استحواذ وسيطرة الموضوع على التفكير والعقل في كل الأوقات. ممكن أفهم بالبلدي ليلي نهاري ونهاري وليلي، ليل ونهار، صبح وليل، وأنا قايمة وأنا نايمة وأنا داخلة وأنا خارجة وأنا صاحية وأنا قاعدة وأنا بشرح وأنا باكل وأنا بشرب وأنا بصلي وأنا رايح وأنا جاي وأنا طالع وأنا نازل على السلم، طالع في الأسانسير، ببص في المراية. يا بيقعد الموضوع راكب على دماغك راكبة زبالة، مسيطر عليك. يبقى لما الاقي في الجملة سيطرة واستحواذ اختار تأمل. لما الاقي تحرر من السلطة والتخلص من التبعية والانفراد بالرأي ودعوة للحرية يبقى الاستقلالية. لما الاقي ذهول وتساؤل ومنين وفين وليه وازاي يبقى دهشة. ماشي. يبقى التأمل بيقول لي ان التفكير الفلسفي تفكيرا تأمليا، فالفيلسوف عندما يتأمل في موضوع ما فإنه يكون مستغرق في التفكير. يعني ايه مستغرق؟ يعني الموضوع مستحوذ عليه، ورغم ذلك الفيلسوف عضو في المجتمع ويمارس كل مهامه. اديها لك بالبلدي. انا كسماح انا بشتغل من 7 الصبح ل 12 ونص بالليل. عندي مشاكل عايز اخد قرار. طب انا واقفه دلوقتي بشرح مع حضرتك ودماغي فيها موضوع ميعاد الحصه الاضافي، وانا بشرح وانا جايه من السفر وانا قايمه وانا نايمه، بلاقي نايمه بجسمي بس عقلي شغال ورك. ايه ده؟
ما برتاحش. اذا الموضوع مستحوذ على كل تفكيري، الموضوع مستحوذ على كل كياني، ده اسمه تأمل. يبقى التأمل ان الفكرة او الموضوع يركب على دماغك، ما ينزلش ما يحلش. صعبة؟ طيب، والدقة المنطقية بيقول لك الافكار تصورات واضحة ومتكاملة يعبر عنها بمفاهيم مجردة تنظمها نظريات ذات مقدمات نستخلص منها نتائج ونأخذ طابعا يقينيا وفق لقواعد المنطق. طيب، كل الهري ده تركز معايا. الخلاصة، هاتيلي الخلاصة. الدقة المنطقية، أي حاجة في الدنيا لها سبب ومسبب. أنا بقى عايزة السبب والمسبب ده. اديني مثال. أنا لو قلت لك مثلا كل طلبة ليوفارديا أولى ثانوي ناجحين، أنا كده حكمي على الجزء ولا الكل؟ كل. أنا قلت كل طلبة ليوفارديا أولى ثانوي ناجحين، يبقى أنا حكمت على الكل. جنى طالبة في ليوفارديا أولى ثانوي، خلصت يا قلبي. طب نتيجة جنى إيه؟ أنت عبيطة يا بابا؟ جنى ناجحة. طب عرفتي منين إن جنى ناجحة؟ أقول لحضرتك، هو أنا هنا حكمت على مين؟ على جزء ولا كل؟ كل. وجنى جزء من مين؟ من الكل. أنا عندي قاعدة منطقية بتقول إيه؟ إن كل ما يصدق على الكل يصدق بالضرورة على الجزء المندرج تحت الكل. بمعنى أنا لما أقول لك كل المدرسين حرامية، سماح مدرسة، اسكتي طلعت حرامية. عرفتي منين؟ ما أنت مدرسة وأنت حكمتي على المدرسين. كل الطلبة أغبياء، أحمد طالب، أحمد طلع غبي. يبقى أنا عملت هنا إيه؟ انتقلت من الكل للجزء. يعني إيه بقى دقة منطقية يا فندم؟ بص يا فندم، عندك مقدمات وشريط استدلال ونتيجة، بس أنا هقول لك حاجة، لابد من وجود علاقة تربط المقدمة بالنتيجة. لما أقول لك كل طلبة ليوفارديا ناجحين، جنى طالبة في ليوفارديا، ما أقولكش أحمد ناجح. أحمد إيه اللي جاب أحمد؟ ما أنت عايزة مين اللي ينجح؟ جنى. إشمعنى؟ لأن جنى اللي موجودة فين؟ في المقدمات. صعب كلامي؟ حلو الكلام. طيب باشا، اللي أنا عملته ده معاك اسمه خصائص التفكير الفلسفي. طيب عايز أحل عليها، اصبر وبعد شوية هتحل وهتعرف تحل. طب أنا خلصتها شرح وخلصناها مفاتيح. المهارات، بص يا قلبي، المهارات عندك 6 مهارات. طبعا احنا الحصة اللي فاتت كنا شارحينهم، دلوقتي هنراجعهم وهنجيب مفاتيحهم. عندك مهارة اسمها مهارة الشك. امتى اختار مهارة الشك؟ لما الاقي في السؤال تردد وحيرة. يعني الشك هو التردد بين نقيضين دون ترجيح احداهما على الاخر. مين اللي عرف عندي الشك؟ واحد اسمه الجرجاني، واحد اسمه الجرجاني قال لي الشك هو التردد بين نقيضين دون ترجيح احداهما على الاخر. يعني علمي ادبي، ادبي علمي، علمي ادبي، ادبي علمي، علمي ادبي، ادبي علمي. اخدتي قرار؟ لا لسه ما خدتش. يبقى انت في عمليه شك. لما تترددي تشتري العربيه دي ولا العربيه دي، العربيه دي ولا العربيه دي، مرحله شك. اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، اروح ولا ما اروحش، مرحله شك. اقعد ولا ما اقعدش، اقعد ولا ما اقعدش، مرحله شك. لما يبقى عندك حيره وتردد يبقى اسمه شك. طيب الشك ده ايه اخباره؟ والله هم نوعين من الشك ممكن اعرفهم. عندك شك اسمه شك اعتيادي والتاني فلسفي.
اسمع من امك الخلاصه. الشك الاعتيادي يحدث دون قصد، انت ما تقصدش تشك بس شكيت كده بالحب. اديني مثال. اقول لحضرتك انا دلوقتي على جروب الواتساب بتاعك او على قناه الواتساب هبعت لك لينك، فانت سيادتك هتعمل ايه يا حلو؟ هدوس على لا اللينك ده كاتبالك عليه افتح واكسب $1000. انت بقى عقلك حلو لا ده ممكن يبقى هاكر، لا هاكر، لا افتح، لا هاكر، لا افتح، لا هاكر. انت كده اترددت، ده اسمه شك. ايوه ما هو نوع الشك ايه؟ هل انت تقصد انك تشك؟ والله ابدا انا شكيت كده. طب ايه اللي خلاك تشك؟ ما انا مش عارف اللينك فيه ايه. يبقى انت شكيت نتيجه جهل. طالما شكيت نتيجه جهل ودون قصد يبقى اسمه شك اعتيادي، بيكون نتيجه الجهل بموضوع ما ويعجز عن معرفه الظروف ودون قصد. بينما الشك الفلسفي لا، ده عن قصد، وصاحب الشك بيمارس هذا النوع من الشك عامدا متعمدا. طب الشك الفلسفي ده انواع، عندي منه 2. عندي واحد اسمه شك مذهبي والتاني منهجي. انا اديتك مثال قبل كده، في واحد حب واحده، مثال بسيط اهو، فقال له امي يا امي انا عايزه اتجوزها. قالت له يا ابني والله بسمع عنها سمع مش خير مش حلو. قال لها يا امي انا بحبها والبنت كويسه. قالت له بص يا ابني حرص ولا تخون. قال لها يعني اعمل ايه؟ قالت له شك فيها شويه. قال لها ما انت عارفه يما مش طبع الشك. قالت له معلش يا قلب امك خليه طبعك المره دي. شك في البت شهر 2 3 سنه، طلعت البت كده اطمن لها ووصل لليقين انها بنت مؤدبه واتجوزها وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ده صاحبنا ده استخدم النوع ده من الشك. الشك المنهجي، منهجي مؤقت وسيله بناء وصل منه الى اليقين. مين بقى يحل من انصار الشك المنهجي ده؟ عندنا واحد اسمه الغزالي والتاني اسمه ديكارت. الغزالي وديكارت من انصار الشك المنهجي. على الصعيد الاخر او نقيضه في واحد زباله بقى، ده شكاك، بيشك في امه، بيشك في اخته، بيشك في اصحابه، بيشك في شغله، بيشك في بنطلونه، ما بيعتقش، شكاك في كل حاجه، شكاك. ده بقى شك مرضي، شك مذهبي، مرض، شك دائم لا يؤدي الى يقين، يؤدي الى شك، شك هدام، شك زباله، شك قذر. مين يا ست الكل انصار هذا النوع من الشك؟ علم زباله قذره اسمها السوفسطائيين. يبقى لما يقول لك سوفسطائيين على طول تلزق الشك المذهبي. اقول لك غزالي ديكارت على طول شك منهجي. اقول لك شك يوديني يقين منهجي. شك بهدم بيه كل حاجه مذهبي. شك دائم مذهبي. طب مؤقت منهجي. هدف مذهبي، وسيله منهجي. صعبه مهاره الشك؟ طيب بعد مهاره الشك بيجي عندك مهاره تانية اسمها مهاره النقد. يعني ايه نقد يا قلبي؟ النقد اقبل او ارفض، قبول او رفض يا ميار، قبول او رفض، يا تقبلي يا ترفضي. بس بعد اذنك قبلت تقول قبلت ليه، طب رفضت تقول رفضت ليه. بمعنى اقول لحضرتك يا فندم بص مامي انا هدخل معاكي ادبي، ليه؟ عايز اعرف السبب. ما انا هدخل ادبي، اوكي انا عايز اعرف السبب برضه. طب مامي خلاص انا مش داخل ادبي، تغور في 60 داهيه، بس انا عايز اعرف السبب برضه. مامي انا هدخل علمي، اهلا وسهلا بيك، ليه؟ مامي انا مش هدخل علمي، حبيبي مش هتزودني ولا تنقصني، بس ليه؟ دي اسمها مهاره نقد، اقبل او ارفض، بس ليه؟ بعد فحص. طب مين اللي بتيجي الاول، النقد ولا الشك؟ الشك الاول، بعد كده بيجي وراها النقد. النقد هي عدم رفض او قبول اي فكره الا بعد ايه؟ فحصها. النقد ياتي بعد الشك مش قبله، والفرد يشك الاول وبعد كده ينقد. اوكي. النقد كم نوع؟ 2.
اللي هم عندك نقد محكم وعندك نقد ضعيف. طيب قلبي، يعني ايه نقد محكم ويعني ايه نقد ضعيف؟ بص، النقد المحكم انك تطبق على اللي قدامك بالاسئله في جميع الاتجاهات. اديني مثال. في يوم من الايام راحوا لارسطو، قالوا له ارسطو اخبار افلاطون ايه؟ قال لهم افلاطون حبيبي 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 حبيبي، ما احبش الا هو، او النبي كلكم وافلاطونكم. قالوا له خلاص يا ارسطو، يبقى شهادتك لافلاطون مجروحه، يبقى انت هتقعد تطبل له يا ارسطو. قال لهم استنى، انني احب افلاطون حبا جما، ولكني حبي للحق اعلى بكتير من حب الافلاطون. ومسك يا ابني كلام عمك افلاطون شلفه. يعني ايه شلفه؟ نفضه. ما سابش كلمه قالها افلاطون ما نقضهاش. يا لهوي، يعني ارسطو نقد افلاطون نقد ضعيف ولا محكم؟ محكم. زيك لما يكون عندك واحد من صحابك فيه عيوب وانت بتحبه ومش عارف تواجهه بالعيوب دي، فتروح جايب جواب او مسج وتروح كاتب له كل مميزاته وكل عيوبه وايه اللي بيزعلك منه، بص تشلفه وتبعتها له. حبيبي انت كده نقدت صاحبك. طب نوع النقد كان نوعه ايه؟ محكم، لانك انت نقدته من جميع الجهات. صعبه. في نقد تاني ضعيف. يعني ايه نقد ضعيف؟ ان احنا بستخدمه للدفاع عن معتقدات واعطاء مبررات. يا عم انقد ارسطو. لا اصل لا 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 لا، افلاطون طيوب، افلاطون حد لذيذ، افلاطون جميل، افلاطون لزوز، افلاطون ده حبيبي. لا يا باشا، انت كده ما بتنقدش، انت كده بتتنحنح، انت عمال تدافع عن راي، تدافع عن معتقد، انت نقدك ضعيف. يبقى لما هقضيها دفاع واعطاء مبررات على حاجه انا عاملها يبقى نقد ضعيف. طب لما اشلف واضرب من تحت الحزام في كل الاتجاهات يبقى النقد بتاعي محكم. صعب الكلام؟ يبقى انا كده خدت كم مهاره؟ 2. شك ونقد. مين الاساس؟ الشك. رقم 1 الشك. مين يجي وراها؟ النقد. عندك المهاره الثالثه اسمها مهاره الحوار. طيب هي مكتوبه شك مذهبي عندي هنا، لا انت عندك صح مكتوبه الحوار، انا عندي خطا، ده مش شك مذهبي، دي مهاره اسمها مهاره الحوار. الحوار ركز، الحوار معناه الجدل. الحوار معناه ايه يا فندم؟ الجدل. الحوار معناه الجدل. مكتوبه عندك انت صح، انا النسخه اللي معايا غلط. الحوار معناه الجدل بين طرفين او اكثر، بس انت عايز مفتاح الحوار. واحد يتكلم والتاني يسمع، ده مفتاح الحوار. واحد يتكلم والتاني ينصت ويسمع، زي اللي بيحصل دلوقتي. انا بتكلم والمجموعه كلها بتسمع، ده اسمه حوار. بعد شويه انت هتسال وانا هجاوب، وبعد شويه انا هسال وانت تجاوب، يبقى احنا ماشيين مع بعض ايه؟ 1 2. انا اسال انت تجاوب، انت تجاوب انا اسال، انت تسال انا اجاوب، انا اجاوب انت تسال. دي اسمها مهاره الحوار. هدف الحوار ايه؟ الحقيقه. طب بص يا قلبي، انت عندك نوعين من الحوار، واحد ايجابي والتاني سلبي. لما يبقى قاعدين 3 4 طلبه بيناقشوا سؤال، واحد بيقول لك يا جماعه الاجابه وربنا به، التاني يقول له على فكره مش به خالص جيم، التالت يدخل يا جماعه انتوا لو قريتوا السؤال للاخر هتختاروا دال، لا به ولا جيم. بفرح قوي لان العيال دي بينها حوار، نوع الحوار اللي بينهم ايجابي، هدفهم الوصول للحقيقه. وفي 3 4 تانيين قاعدين يسفوا على بعض، يشتموا بعض، يسخروا من بعض، يتفهوا من بعض، يتريقوا على بعض. ده حوار برضه، بس حوار ايه؟ سلبي. لما قلت لك سبحان من ابدعك جسم انسان بعقل حمار، حوار سلبي. لكن لما احنا نقعد ونناقش ماده علميه يبقى الحوار ايجابي. يبقى انا عندي نوعين من الحوار،
السخرية والتدفيه وقلة الأدب والسفالة ده حوار سلبي. مناقشة الحقيقة عشان أوصل لها ده حوار إيجابي. صح؟ خصائص الحوار. بص يا معلم، أول خاصية من خصائص الحوار نحترم بعض ونحترم وجهات نظر بعض. يعني إيه؟ زي ما سمعت يا فندم، تحترمني وأنا هحترم وجهة نظرك حتى وأنت أصغر مني. حاضر. احترام وجهات نظر بعض، قبول وجود الآخر واحترام آراءه ووجهة نظره. لما نيجي نناقش حوار أنا وأنتي هنتعامل بالعقل. طب بالنسبة للعاطفة ارميها في أقرب صندوق زبالة. ليه؟ أنت مش أخدت من عوامل التي تساعد على الوقوع في الخطأ العاطفة؟ يبقى تجنب العاطفة. يبقى الحوار هيمشي بالعقل مع استبعاد العاطفة اللي هي الرغبات والاعتماد على العقل فقط لا غير. يعني أنت عايزة تقول احترام وجهات نظر بعض على اعتماد على العقل، تجنب العاطفة، قبول الموضوع اللي احنا هنناقشه، تحري الموضوعية. بابا يعني ايه تحري الموضوعية؟ ما صدقش رأي حد ولا تناقش مع حد، ما خدش أي رأي سلبي. حلو؟ إذا الحوار له خصائص. أي صفات؟ يبقى مهارة الحوار مفتاحها إيه؟ واحد يتكلم والتاني يسمع. مهارة الحوار واحد يتكلم والتاني يسمع. أدي أول مهارة. عندك كم نوع من الحوار؟ 2، واحد إيجابي والتاني سلبي. لو إحنا هنوصل للحقيقة باحترام إيجابي، لو هنقضيها شتيمة وسفالة وقلة أدب وسخرية وتدفيه من بعض وإن إحنا نقل من بعض ونحط على بعض ونرفع على بعض ونسفع على بعض، حوار سلبي. خصائص الحوار: قبول الموضوع، قبول الموضوع، قبول الموضوع. 1، قبول الرأي الآخر واختلاف وجهات النظر، التعامل بالعقل، البعد عن العاطفة، تحري الموضوعية. أوكي. التسامح يا قلبي. بص بقى حلو. التسامح الاعتماد على الشك والأخذ بمبدأ نسبية الحقيقة. باشا مختصر الليلة، مفتاح التسامح مشروعية الاختلاف وليس الخلاف. يعني ايه يا فندم مشروعية الاختلاف وليس الخلاف؟ من حقك ومن حقي ان احنا نختلف بس ما نختلفش. مش فاهمك يعني ايه حضرتك؟ باشا انا اهلاويه، اهلي اوكي، انت زملكاوي ماشي، انا وانت هنخش الاستاد، انا وانت اصحاب. ايوه بس انا حبيبي معلش في الوقت ده الدم يحن هروح مدرجات الاهلي. ابلة سكوتي وانا الدم هيحن هروح مدرجات الزمالك. حلو، لعبنا وغنينا وهتفنا، انا كسبت انت كسبت، هنطلع من نادي اصحاب نروح نتغدى مع بعض، ما نزعلش من بعض. اسمها مهارة التسامح. مهارة التسامح تيجي نتيجة الاعتراف بالاختلاف وليس الخلاف. اختلاف مش خلاف، اختلاف مش خلاف. طب الشخص المتسامح ليه صفات. أول صفة من صفات الشخص المتسامح المرونة الفكرية. يعني إيه مامي مرونة فكرية؟ أنا غلطت، أوكي، اعترفي إنك غلطتي وقولي I'm sorry. I'm sorry. أنا غلط، مش هكرر الغلط تاني. أنت اعترفت إنك غلط، أنا اعترفت إني غلط. المرونة الفكرية هي القدرة على تغيير وتعديل الآراء والأفكار إذا ثبت خطأها. أنا كنت متبني فكرة وطلعت غلط، آسف مش هكررها تاني. طب وقبول النقد؟ عادي، أنا كلامي مش قرآن، كلامي مش قرآن، كلامي قابل للصحة وقابل للخطأ. قبول الرأي الآخر حتى وإن كان مخالف لرأيك، حتى وإن كان مخالف لرأيي. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، الصحابة أسروا اليهود
فراح النبي الكريم لحد عندهم قال لهم ما تظنون بإني فاعل بكم؟ تفتكروا هعمل فيكم ايه؟ قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكانت دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتسامح. عندي كمان واحد اسمه أبا حيان التوحيدي، قال جملة حلوة قوي. قال ايه أبا حيان التوحيدي؟ قال من عاشر الناس بسماحة زاد استمتاعه بهم. اللي هيعيش مع الناس وهو شخصية متسامحة هيزيد استمتاعه بيهم، هيعيش حياة جميلة مفيش فيها حقد ولا غر ولا غيرة. دي مهارة التسامح. أنا بحب المهارة دي خالص يا ولاد، مهارة التحليل والتركيب. التحليل والتركيب مهارتان متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما. لا تحليل بلا تركيب ولا تركيب بلا تحليل. بمعنى أديها لك ببساطة شديدة. قلبي انت موبايلك باظ، اوكي، بتعمل ايه لما موبايلك يبوظ؟ بتاخده زي ما هو كده بتوديه لمركز صيانة. اوكي، مركز الصيانة بيعمل ايه في الموبايل؟ بيشرحه. يعني ايه بيشرحه؟ بيفشفشه فشافيش، تشريح، لحد ما يصلح العطل اللي فيه. وبعد ما يشرحه يجمعه. حلو، يشرحه يعني يحلله، يجمعه يعني يركبه. يبقى مركز الصيانة عمل للموبايل مهارة اسمها مهارة ايه يا اولاد؟ تحليل وتركيب. زيك لما تخش على بيتكم تلاقي ابوك واقف في المطبخ معاه سباك، يقول له والله يا حجيجة الماسورة مكسورة. طب هتعمل ايه يا اسطى؟ بص يا حجيجة هنكسر أرضية المطبخ، مفيش ملهاش مد، هكسر أرضية المطبخ وبعدين هطلع الماسورة المكسورة ارميها واركب ماسورة جديدة سليمة. قال له والأرضية؟ ولا يهمك يا مرياسة، ساعتين اجيب بتاع السيراميك يبلطها لك وتستلمها مني فله. هنا السباك استخدم مهارة ايه؟ تحليل وتركيب. زي الميكانيكي اللي راح له بالعربية فيها عطل، هيعمل ايه؟ هيستلم العربية، وبعد ما يستلم العربية فكك العربية، وبعد ما يفككها لما اروح هستلمها خردة حتت؟ لا، هستلمها متجمعة. دي مهارة التحليل والتركيب. من الآخر التحليل والتركيب مهارتان متلازمتان لا يمكن الفصل بينهما. لا تحليل بلا تركيب ولا تركيب بلا تحليل. إذن التحليل والتركيب متلازمتين. صعب؟ حلو. حبيبي ايه؟ مهارة التعميم والتجريد. خليني في التعميم. ايه تعميم؟ يبدأ الفيلسوف دراسته للمشكلات العقلية الكلية من الواقع الجزئي، ولكنه لا يقف عند هذه الأجزاء، وإنما يجردها من مادياتها ليدرسها بطريقة كلية شاملة. طيب بص أقول لك حاجة، فكك من الكلام ده خالص، اسمع مني الخلاصة النهاية. في عندك مهارة اسمها مهارة التعميم، ممكن أفهمها؟ أكيد. بص يا قلبي، هقول لك المانجو، مانجو يعني مانجا، فاكهة. والله صدقي أضفتي شيء جديد، المانجا فاكهة لذيذة تطعم، النبي لو أكلنا منها قفص ما بنشبع. والعنب، العنب فاكهة لذيذة الطعم. والتين فاكهة لذيذة الطعم. هتقول لي خلاص يا موحة ما تقرفناش. ايه يا ابني اللي انت عملتيه ده؟ اسمه مقدمات. ميم 1 ميم 2 ميم 3 ميم مقدمة، نون نتيجة، موحة. إذن كل الفاكهة لذيذة الطعم
كل الفاكهة لذيذة الطعم، كل الفاكهة لذيذة الطعم. انت كده عملتي مهارة اسمها تعميم، انتقلتي من الخاص للعام، اسمها تعميم. مامي، هو فين الخاص؟ قلب مامي، المانجا خاص، العنب خاص، التين خاص، كل الفاكهة عام. دي اسمها مهارة التعميم. صعبة بابا؟ طيب في مهارة تانية اسمها التجريد، يعني تجردي الشيء من ماديته. ممكن تفهمها لي بصورة بسيطة؟ أنا ممكن أفهمها لك بصورة عبيطة جدا. بصي، أنا هنا عندي شيء مادي. ماما يعني إيه مادي؟ ملموس محسوس يا قلبي، حاجة شايفاها، شايفاها، شيء مادي. وعندي حاجة اسمها شيء معنوي ما بيتشافش. احنا هنعمل ايه؟ هنجرد الشيء من ماديته ونوصفوه بالشيء المعنوي. عملت حاجة اسمها تجريد. ازاي؟ صليت بينا على النبي. هو انا لما اوصف انسان انه طيب، طيب، قلت على انسان طيب 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 طيب، الطيبة دي مادية ولا معنوية؟ يبقى طيب شيء معنوي. أسألك سؤال جميل، أنت يا قلبي أنت يا قلبي شفت الطيبة؟ قبل هي الطيبة بتتشاف؟ الطيبة ما بتتشافش حبيبي. أنت ما شفت إيه؟ شفت الأفعال. أنا شفت الأفعال. رحت أنت عامل إيه يا لئيم يا قذر أنت يا واد يا شقي؟ جردت الفعل من ماديته ووصفته بالشيء المعنوي. يبقى انت عملت عملية تجريد. انت ممكن تقول البني ادم ده شر، البني ادم ده شرير، المخلوق ده شر، وانت شفت شر فين؟ لا انا ما شفتش الشر، بس شفت افعاله الوحشة فرحت وصفاه بانه انسان شرير. يبقى انت وصفت الفعل المادي بحاجة معنوية، عملت حاجة اسمها تجريد. صعب؟ تمام. زي ما انتي هادية، احنا لازم يا قطة، فيكوا كتير قوي ما بيعرفش يحل مقالي، وده شيء رعبك لدرجة انك انت داخل الامتحان كده وعاقد النية، والنية لله ان سؤال المقالي هتسيبه. طب بقول لك ايه، ما تعالى اعلمك ازاي تحل مقالي بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. والله تبقى يعني كسبت فيا ثواب. معاك مذكرتين، واحده شرح اللي هي الزتونه اللي فيها الخلاصه، وواحده تدريبات. انا عايزه التدريبات صفحه 19. احنا في المذكره الصغيره الناس كلها معاها 2 شيت، 2 الطويله ديت اللي هي الكبسوله او الزتونه او خلاصه الماده، ودي التدريبات التي لم ولن يخرج عنها الامتحان. انا بقول لك لم ولن يخرج عنها الامتحان في جميع المحافظات. دي تدريبات، ودي الزتونه. سواء دي او دي فهي خلاصه تجارب، مش سماح بس، الدنيا كلها مدرسين كتير تعبت في المذكرات واشتغلت عليها، وتبادلنا الافكار والاراء، وكل مدرس حط فكره حلوه وحط سؤال حلو، وكل مدرس سعى عشان يقدر يوصل عياله لبر الامان، وكلنا تعاوننا مع بعض فيها. طيب تعالى مع بعض صفحه 19. احنا هنا في صفحه 19. اول سؤال في المقال في صفحه 19. في ناس انا عايزه اسال ايه نوع المهاره. بيقول لك ان الشخص الذي يصغى يعني يسمع. يبقى هنختار مهاره ايه؟ حوار. اكتبي بين قوسين مهاره الحوار، واكتبي الجمله اللي هقولها. مهاره الحوار وهي تعني الجدل بين طرفين او اكثر بهدف الوصول للحقيقه. اكتب
مهارة الحوار بإيدك، وهي تعني الجدل بين طرفين أو أكثر بهدف الوصول للحقيقة. مهارة الحوار وهي تعني الجدل بين طرفين أو أكثر بهدف الوصول للحقيقة. 2، بعد ما قريتها طبعا بيقول لك حتى تبلغ اليقين. أجي المفتاح بتاعها حتى تبلغ اليقين، دي مهارة إيه؟ عندك أي نوع من أنواع الشك منهجي، اكتبي بين قوسين مهارة الشك، بين قوسين الشك المنهجي. مهارة الشك بين قوسين الشك المنهجي الذي يهدف للوصول لليقين. 3 هو بيسأل، قال لك هات لي نوعين النقد. يبقى انت عندك كم نوع من انواع النقد؟ انا عندي 2، ايه وايه؟ عندي نقد محكم ونقد ضعيف. اكتب النقد المحكم والنقد الضعيف. عندك النقد المحكم وعندك النقد الضعيف. السؤال 4 نبص فيه، هتلاقي في آخر السؤال بيطلب منك خصائص مهارة الحوار. طيب أنا عندي 5 خصائص. أيوة، ما هو الكلام اللي مكتوب يوديني خاصيتين 2 بس. اكتب 1 مهارة الجدل والحوار مع الآخر بإيجابية. مهارة الجدل والحوار مع الآخر بإيجابية. 2، الهدف من الحوار هو الوصول للحقيقة وبلوغ اليقين. الهدف من الحوار هو وصول الحقيقة. تمام؟ الهدف من الحوار الوصول للحقيقة. 3، اقتناع أحد الطرفين بوجهة نظر الآخر. اقتناع أحد الطرفين بوجهة نظر الآخر. حبايبي يا حلوين يا جمال، نقرأ سؤال رقم 5 وقول لي المهارة المستخدمة. مهارة التحليل والتركيب. اكتب مهارة التحليل والتركيب. جماعة نهدى يا جماعة عشان في تسجيل. 6 بيقول لك الأواني الفارغة تحدث ضجة، زي العقول الفاضية اللي بتقعد تتكلم وتهتي على الفاضي وعمرها ما هتوصلني لحاجة. ده انت بلح. لا، ده حوار. نوع الحوار سلبي. اكتبي ايه الحوار السلبي. 7 بيقول لك اضرب بعض الرأي ببعضه يتولد فيه الصواب. يعني اضرب ده بده، خلي ده يناقش ده، وانفي ده بوجود ده، واثبت ده بده. يبقى دي مهارة ايه؟ حوار. سؤال رقم 8 و9 و10 انا هاخده واجب مع الواجب اللي هاخده. طيب زي ما انت هات لي صفحة 17 و18 ونص 19 دول هيكونوا واجب. اكتب عليهم 17 18 نص 19 دول هيكونوا واجب. دلوقتي انا هشوف دماغك معايا هتوصل لفين. هات لي صفحة 15 حبيبتي، هاتي صفحة 15. جبت 15؟ صفحة 15 فيها 10 أسئلة. ممكن سيادتك تدي نفسك 5 دقايق تفكير؟ حليهم كده وقولي لي. افتح معايا صفحة 15. أنا عايزة أسمع حرف أ ب ج د. خلاص؟ رقم 1 اخترته إيه؟ لا، جيم. لأن هنا أنت بتقلل من الآخرين عشان تبرز نفسك وبتدافع عن نفسك بس، فهو ضعيف. 2 دال دهشة. 3 جيم
فلسفي. 4 جيم. 5 ب. 6 جيم. 7 ب. 8 ب. 9 جيم. برافو عليك. 10 ألف. بص أنت كنت داخل مش عارف تحل. هات سؤال 11. سؤال 11. سؤال 11 اخترت ألف. سؤال 12 ألف. 13 ألف. 14 دال. نهدى. سؤال 15 ب. سؤال 16 جيم. سؤال 17 جيم. سؤال 18 دال. سؤال 19 ب. سؤال 20 جيم. 21 دال. أنا بقى في فكرة في سؤال 22 هي اللي هتيجي في الامتحان. الفكرة أنا مش عايز أعرف إجابة 22، أنا عايزاكي تيجي للاختيارات. اختيار ألف بيقول لك هزة وجدانية شديدة، دي إيه؟ اكتبي بين قوسين دهشة. اختيار ب بيقول لك الوصول إلى نتائج من مقدمات، دي الدقة المنطقية، اكتبي جنبها دقة منطقية. 3 تفكير لا يعتمد على التبعية، الاستقلالية. 4 الاستغراق في التفكير، تأمل. حلو. الفقرة بقى بتقول لك إيه؟ بتقول لك إن في الرياضة بنربط ما بين المعطيات والمطلوب. نختار إيه؟ ب. دقة منطقية. صعب كلامي؟ طيب نهدى شوية. هاتهم.